الاهلي ناوي ياخد كاس العالم ولا ايه؟ ده كان اول تعليق من رضا عبد العال على انهاء صفقتي محمود مرعي ورضا بوبو من فيوتشر لصالح النادي الاهلي. طبعا هو مش عاجبه لان احنا كلنا عارفين ان الراجل زملكاوي، فطبيعي جدا صفقات الاهلي بالنسبه له يترعب، لازم يحس بقلق، يعني انت فاهم ازاي. وخصوصا بعد ما شفنا كلنا صفقة مروان عطية، وشفنا كان رأي طبعا الكابتن رضا عبد العال فيها كان عامل ازاي حتى بعد ما لعب، والدنيا كلها شايفة مروان عطية ازاي هو متألق وازاي هو خادم قوي طريقة لعب كولر. ف كابتن رضا ما كانش عاجبه، وكان دايما بيقول عليه كلام هاكس في هاكس. فيا رب يا كابتن رضا، يا رب اتمناها والله من كل قلبي يا كابتن رضا، ان كل صفقات النادي الاهلي من وجهة نظرك انت تبقى مضروبة، تبقى بايظة. اتمناها والله. ده ما يمنعش ان في صفقات مضروبة، ده ما يمنعش كده ان في فعلا صفقات مضروبة، ولكن الصفقات المضروبة من وجهة نظرك انت يا كابتن بتطلع دايما صفقات حلوة قوي. فانا اتمنى ان كل صفقات الاهلي اللي هيعملها ان شاء الله تقول عليها مش حلو، علشان تطلع كلها زي مروان عطية كده.